الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه والخير ان شاء الله وعلى حبايبكم. النهارده اول ايام رمضان، حبيت اطلع عيد عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه. النهارده عملنا الفطار بتاعنا حلو ولذيذ، طبعا تحس ان الشعب كله عامل نفس الفطار، عاملين محشي وبط. كل رمضان اول يوم دايما كنت بعمل حمام محشي وملوخيه ولسان عصفور. حبيت اغير السنه دي واعمل حاجه مختلفه، بس هي مش مختلفه قوي لان معظم الناس كلها عامله نفس الاكله ونفس الفكره، المحشي والبط. بس احنا مش عاملين محاشي كتير، مش عاملين محاشي مشكله، احنا عاملين نوعين بس زي ما شفتوا في الفيديو او هتشوفوا لسه في الفيديو. وعملنا الخشاف وعملنا الكركديه وعملنا وهنعمل مع بعض دلوقتي السوبيا، لان اخر حاجه بعملها قبل الفطار على طول هي السوبيا. انا مش مكتره في الحاجات ومش بعمل حاجات كتير، بعمل حاجات تمشي اليوم عشان ما نبقاش كتير، لان احنا بنبقى صايمين فمش بناكل كتير، او بيتبقى حاجات كتير وبتبقى تاني يوم ويتبقى منها مش عارفه ايه. لا، كل ما قللت في الحاجه وبسطت الامور الدنيا بتمشي سهله عليكي. تمام. ولسه الشهر قدامنا طويل وهنعمل كل اللي نفسنا فيه. طبعا الحلو بتاعنا ايه؟ قطايف. اول يوم ده لازم نعمل قطايف، رمضان يعني قطايف. الكنافه معانا مش هنقول لا، لان الكنافه دي برضو من رواحي رمضان، بس احنا بنعمل الكنافه في اي وقت في السنه عادي. القطايف معرفش هي مرتبطه بالشهر ده، فبحب اول يوم رمضان ان انا اعمل قطايف. تمام. وطبعا انا بعملها في البيت مش بشتريها جاهزه من بره. دلوقتي هنعمل مع بعض السوبيا اللي انا بعملها قبل الفطار مباشره، عشان بتبقى بقى كلها فوم وكده وساقعه ولذيذه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، طريقه سهله وبسيطه تعجبكم ان شاء الله. ومره تانية كل سنه وانتم طيبين ومنورين حياتي يا رب. يا رب لو الفيديو بتاعي عجبكم تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو زيكم. دمتم في رعايه الله. يلا بينا نعمل السوبيا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيب التمر بتاعنا، طبعا بنكسره، البلح الناشف بنكسره وبعدين بنغسله كويس جدا. معايا مشمشيه ومعايا قراصية ومعايا قمر الدين ومعايا معلقه او معلقتين كبار من الزبيب. هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، بنزل عليهم بميه سخنه. طبعا لو انتي عامله من بدري تقدري تحطي ميه عاديه مفيش اي مشكله. بديهم تقلبتين، بس انا بحب احط له ميه سخنه بحس ان هو كده افضل بكتير. بقلبه وبغطيه وبسيبه على جنب لمدة ساعة، وبعد ساعة بدخله التلاجة. هنيجي تاني حاجة بعمل القطايف: كوباية من الدقيق، ربع كوباية من السميد، 3 معالق من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الخميرة، ذرة من الملح، وباكو فانيليا. بضيف عليهم كوباية ونص من المية الفترة بقى في الخلاط زي ما انتوا شايفين. اقلبهم كويس مع بعض، بخلطهم كويس، وبعد كده بركنهم على جنب لمدة 10 دقايق ربع ساعة قبل ما بشتغل فيها. شايفين القوام بتاعنا مظبوط جدا. وقبل ما بشتغل فيها بديها ضربة كمان او تقليبة قبل ما ببتدي ان انا اصبها. معايا جريلا سخنة على النار، ببتدي ان انا اسخنها كويس جدا جدا، وبعدين اصب فيها القطايف بتاعتي زي ما انتوا شايفين. اول ما تلاقيها نشفت من فوق وفتحت معاكي في الخروم طلعيها، هتبقى بالشكل ده واخده لون حلو ومفتحه. عايزه اقولك ان الطاسه او الجريلا او الحاجه اللي هتعمل فيها ما بتتمسحش بزيت ولا حاجه، سخنه فقط لا غير. تمام. بطلع طبعا على صينيه عليها فوطه، وبعد كده بحشيها باي حشوه انت حباها. انا حبيت ان انا احشيها سوداني وجوز هند وعليهم معلقتين من السكر، وقلبتهم مع بعض وابتديت احشي زي ما انتوا شايفين. وعملت كمان شويه منها قراطيس ان انا احشيها نوتيلا. وطبعا باخدها اقليها في الزيت، ومعايا الشربات بتاعنا اللي عملناه مع بعض ونزلها في الشربات، وبعد كده بحشيها بالنوتيلا زي ما احنا متعودين مع بعض اهو. تمام. القراطيس بتبقى بالشكل ده. معايا بقى ايه من التجهيزات؟ معايا محشي كرنب. هنجيب الحله بتاعتنا فرشين فيها من تحت كده الورق الاخضر ده عشان نحافظ على الصوابع من تحت وما تلزقش مننا. نبتدي نرص الحله بتاعتنا بقى كويس. تقدري تعملي اي نوع انت حباه. انا حبيت اعمل اول يوم كده محشي كرنب مع محشي فلفل، ما حبيتش ان انا اكتر في انواع المحاشي لان كلنا بيتبقى عندنا اكل تاني يوم. مهما عملتي من كميات صغيرة لازم يتبقى عندك اكل. نحس ان اول يوم ده لسه مش متعودين على الصيام، فالمعدة بتبقى مقفولة فما بياكلوش كويس. بعد ما لفيت المحشي بتاعي كده وبالشكل ده عند البطايه بتاعتي الجميله. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا مش بشويها، مش بعملها في الفرن، انا بعشق الطريقه دي. اول حاجه بسخن الحله بتاعتي كويس جدا، وبنزل بالبطايه بتاعتي. بعمل فيها ايه؟ اديها رشه من الفلفل الاسود فقط لا غير، واشوح البطايه بتاعتي كويس من كل جنب. التشويحه دي بتخلي البطايه بتاعتك في حته تانية خالص. طعم مش عايزه اقولك، الشوربه بتبقى خطيره. طبعا البط ليه طرق كتير، بس دي افضل طريقه بالنسبه لي.
بشوحها كده على كل جنب شويه وبغطيها، يعني بغطيها وانا بشوح، وافضل من وقت للتاني اديها تقليبه، وفي نفس الوقت مشغله الكاتل في ميه سخنه. بعد ما البطايه اتشوحت كويس قوي بنزل بالميه السخنه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما بنغطي البطايه بتاعتنا كده بالميه السخنه. طيب نعمل ايه؟ نحط لها ملح. ايوه في الاول كده شويه من الملح، مش محتاجه احط اي حاجه، البط ما بتحطلوش منكهات عشان تاخدي الطعم بتاع البط اللي احنا عارفينه. بعد ما البطايه بتاعتي استوت ابتديت ان انا ازود المحشي بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، نزود بقى المحشي لحد ما نوصل للشوربه توصل لفوق كده، وندي الحله هزه، لازم نهزها كده عشان نتاكد ان الشوربه وصلت لكل صوبه بالشكل ده. انا بقى بعمل ايه؟ انا المفروض ببقى سايبه ورقه كبيره من بتاعه الكرنب بغطي بيها الوش، بس طبعا عشان انا مفرزه الكرنب بتاعي فما عنديش، فالورق اللي طلع من العروق اللي طلعت من معايا وانا بحشي حطيتها على الوش كده. المهم ان انا غطيت الوش. ما عندكيش اي ورق ولا اي حاجه ممكن تغطي بطبق، مفيش اي مشكله. والفلفل كمان بتاعي اهو زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا ازود. طب احنا بنزود الفلفل لحد فين؟ لحد نص الفلفلايه كده، مش اكتر من كده. واول ما بيبتدي يغلي بنخلي النار بتاعته وسط. والمحشي الكرنب هكذا. شبشب الخلاط، كوبايه من الميه الساقعه وفيها تلج، وده اساسي معانا. التلج ده هو اللي بيدي معانا الفوم بتاعنا. هحط كمان كوبايه من الحليب، تمام. اي نوع حليب متوفر عندي مفيش اي مشكله. هضيف معلقه كبيره هرميه زي ما انتم شايفين من بودره الكريم شانتيه، ودي اساسيه. هضيف معايا كمان معلقه كبيره مليانه من الحليب البودر. بصي هاتي احسن حاجه ويكون كامل الدسم، لان هو ده السوبيا كلها معتمده على الطعم ده. تمام. عندنا طبعا السوبيا بتاعتنا سواء جايباها جاهزه او عاملاها في البيت، هناخد معلقتين هرميين. ادي 1 2، مش محتاجين اكتر من كده. ونعمل ايه؟ نضرب كله مع بعض في الخلاط. هضربهم مع بعض وبعدين اوريكم شكله عامل ازاي. ونسيت اهم مكون معايا وهو السكر. الزهايمر بقى، الزهايمر. نضيف السكر ونكمل ضرب. طبعا السكر حسب الرغبه. السوب شايفين الفوم؟ شايفين الفوم بتاعها عامل ازاي؟ استنوا، ادي السوبيا اللذيذه الجميله بتاعتنا ام فوم، حلوه قوي 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 بجد. تمام. عملنا السوبيا، عملنا ايه كمان؟ عملنا الكركديه. بصوا الكركديه انا مش بغليه، انا بنقعه فقط. بصوا شكله عامل ازاي، لونه مميز قوي قوي بالنسبه لاولادي. حاجات بسيطه خفيفه، كل يوم هنعمل حاجه جديده فما نكترش. تمام. تعالوا بقى نرص الصينيه بتاعتنا، واحده كده واحده كده. هنسوي لكم. هدي بقى اهم حاجه بالنسبه لي هو ده، اهم حاجه. بصوا المنظر، بصوا كده، شايفين عامل ازاي؟ بصوا حبه الميه دول، ده الجمال كله بجد. ده الجمال كله، ما اقدرش افطر من غير الطبق او الكوبايه بتاعت الخشاف دي، لان هو ده بالنسبه لي بيظبط السكر بتاعي بصراحه. يعني بقى نفضيه مع بعض. نجيب البوله الحلوه اللذيذه الجميله بتاعتنا دي اهو، نبتدي نحط فيها كده. حبه ميه كده، شكله يفتح النفس. دي البولات بتاعتنا كلها. طبعا بنفضي على حسب عدد الافراد عندنا، وفي ناس بتحبه وفي ناس لا، بس الحمد لله ولادي بيحبوه.
انا مش بضيف فيه تين لان انا مش بحب التين. انت عايزه تحطي تين مفيش اي مشكله، بتحبي حاجه حطيها، مش بتحبي حاجه شيليها، كل واحد بيحب يحط الحاجه اللي هو بيحبها. تمام. حلوه قوي. تمام. نشيل بقى حاجتنا دي عشان نغرف بقى ايه الفطار، نشوف الجمال كله جاي منين. بصوا الخشاف والسوبيا والكركديه. طبعا تقدري كل واحد بقى يعمل عصير. يلا بينا نغرف الفطار. ايه رايكم؟ شويه محشي. بصوا مش عايزه اقول لكم. بسم الله. بسم الله. خطير. بجد حبه محشي كده. تسلم ايديك، تسلم ايديا، تسلم ايديا بجد. تعالوا بقى نجيب باقي المحشي. وبكده يكون معانا اجمل محشي كرنب عملناه، ورصينا الفلفل من على الجوانب كده زي ما انتم شايفين. هنجيب البطايه بتاعتنا بعد ما دخلناها الفرن اتحمرت منها فيها كده بشويه دهون من اللي كانت على الشوربه. حطينا صباع محشي كده في البطايه دي، هي شكل حلو، متبقاش فاضيه. او لو عندك شويه خضار مش حابه ان انت تقدمي كله في صينيه واحده، بتقدري تحطي كل حاجه لوحدها، بس انا حبيت ان انا كله يبقى في صينيه واحده. شايفين الزيتون المخلل اللي فتحناه تحفه تحفه، عاملينه طبعا مع بعض. شايفين صوابع المحشي اللذيذه والبطايه المتينه بتاعتنا اللي متحمره في الفرن وجلدها مقرمش دي خطيره. بصوا بقى الجمال، مفيش احلى من كده. شويه شوربه رايقين قوي قوي قوي، وطبق القطايف اللي لا يعلى عليه. قطايف معموله في البيت نظيفه جدا جدا. النوتيلا زي ما انتم شايفين جواها في بعض الوحدات حطيت فيها عين جمل، والبعض سبته عشان الولاد كلها مش بتحب العين جمل. بصوا بصوا الجمال، فطار يفتح النفس. طبعا اللي ما عملش محشي وبط في اول يوم ياخد الوصفه ويعملها في اي يوم، او الفكره ويعملها في اي يوم. محشي خطير. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.